بما ان سنه 2024 عدت ودخلنا في 2025 وبقى الامر اجباري، فحبيت اختم السنه دي باقوى التراكات اللي نزلت فيها. على فكره في الفيديو ده انا عارف وانت عارف ان انا مش هقدر اغطي كل الرابرز ولا كل التراكات اللي نزلت، بمعنى اصح من كل راب ارتست شارك في 2024 بتراكات كتير قوي، هحاول اختار 3 تراكات بس عجبوني او اقوى 3 تراكات من وجهه نظري. تمام؟ واختياري للتراكات هيكون عباره عن تقييم، وتقييمي هيكون عباره عن ليركس، فلوهات، برودكشن، فايب. تمام؟ دول 4 حاجات هختار بناء عليهم اكتر 3 تراكات عجبوني لكل راب ارتست احنا هنتكلم عنه في الفيديو ده، لان احنا هنتكلم عن كتير، يعني كتير قوي، يعني انا محضر لسته كده حلوه، يعني ان شاء الله تعجبكم. فيلا بينا نخش في الفيديو قبل ما اخلص الشاي ده بس. نبدا يا زميلي الفيديو باول واحد بدا سنه 2024 بنزول تراكاته وهو ليجاسي. وفي بدايه سنه 2024 ليجاسي سمعنا من احسن الالبومات اللي نزلت فيها، واللي نزل عباره عن 3 شباتر، كل شابتر متكون من 4 تراكات. وعشان اكون حازم في اختياري، فالالبوم اللي نزله ليجاسي انا مش هختار حاجه من الالبوم ده اصلا، لان فعلا الالبوم فيه شغل عالي قوي، وهظلم الالبوم لو اخترت منه تراك او 2 او حتى 3. تراك السنتر، تراك النيه، تراك بريك دانس فيتشر تو ليت. انا عارف ان انا اخترت يعني اخر تراك ده، انا عارف ان هو من الالبوم، بس بصراحه ما قدرتش امسك نفسي ان انا ما اختاروش، لان من احسن التراكات اللي نزلت في الالبوم حرفيا. طبعا مع اعتبار ان الاختيار بالنسبه لي كان صعب بصراحه، والله كان صعب فشخ، لان التراكات كلها حلوه، وتراكات ليجاسي عامه حلوه في العموم، يعني ده مش السنه دي بس، دي في العموم. فانا الاختيار بالنسبه لي كان صعب، فانا حاولت اتحنك على قد ما اقدر، يعني ما اكذبش عليك برضه، انا لازم اطلع روح الحنيكه اللي جوايا. نروح بقى يا زميلي لنسر السين المصري، وهو مين؟ الفنان شاهين. وده لان اعماله على التلفزيون من افلام ومسلسلات اكتر من تراكاته، يعني لك ان تتخيل راب ارتست بيعمل افلام ومسلسلات ما بيعملش تراكات. انا مبسوط ما اكذبش عليكم، وبستمتع قوي بالحاجات اللي بينزلها شاهين، وخصوصا انها فعلا حاجات ذو سبونسر عالي، ولو حتى لو مش عالي وانا ما عنديش فكره عنها فهي جامده فشخ. وبصراحه شاهين يا جدعان راكب كميه كاركترات، بس انا مش هنتكلم على الافلام والمسلسلات بتاعته، انا جاي اقول لك على اكتر 3 تراكات عجبوني. وبما ان شاهين اصلا ما شاركش في سنه 2024 بتراكات كتير، يعني ده هو نزل بس اي بي مكون من 4 تراكات، ولسه جاي لك من كام يوم منزل تراك اسمه تيكيتا، فانا يعني اختياري معروف وما عنديش صعوبه قوي في الاختيار بتاعي، فهختار لك 3 تراكات بس، وهم تراك كوما، تراك خريطه، تراك 2007. زي ما قلت لك طبعا مع اعتبار انه لسه منزل اصلا تراك اسمه تيكيتا، بس بصراحه لما سمعته يعني ما كانش اللي هو بكفاءه الاي بي اصلا اللي هو نزله من فتره. اقل تراك في الاي بي ده حرفيا يغلب التيكيتا بالنسبه لي، او احسن منه بالنسبه لي، فعشان كده اختياري كله جه من الاي بي اللي هو شارك بيه اصلا، وهو اصلا في السنه دي كلها ما شاركش غير ب4 تراكات وتقريبا مسلسلين و3 افلام. يعني هو ده اللي عندي لكل شاهين، يعني هو ده اللي عندي، قصدي هو ده كل اللي عندي لشاهين بس. تعالى بقى يا زميلي نروح للشاب الكارف اللي بيعمل كل حاجه في دماغه وما بيسمعش لاي حد، اللي من ساعه ما رجع من اعتزاله وهو بيودي في تراكات فعلا حلوه قوي. وبصراحه عشان الخص لك الحوار ده كله، هو شهاب السيد. شهاب السيد مشارك في 2024 بتراكين بس، ما جاش بعديهم، ولكن بصراحه التراكين دول جامدين قوي وجامدين فعلا، فبرضه ده مش مبرر، وانا عارف انه مش مبرر انه ما ينزلش غير تراكين بس. يعني ده حتى ما يعني بص، ده احنا لسه هنيجي لمروان بابلو، يعني ده لسه، ده احنا لسه يا باشا، احنا عندنا لسه قد كده قد كده، ما اعرفش بقى انت شايف. فالمهم يا زميلي التراكات اللي هو منزلها في السنه دي بالنسبه لشهاب السيد في 2024 نزل تراكين، تراك اسمه مرزمن وتراك اسمه على العموم. وبصراحه انا هختار التراكين دول لانهم بالنسبه لي يعني كفايه قوي، وخصوصا ان انا بسمعهم على طول، حتى لو كان نزل تراكات تانية غيرهم فانا برضو كنت هختارهم، مش عارف ليه، بس يعني دول من ناحيه يعني مش هم دول يا اسطى. بس خلينا نقفل بقى حته نخ على الرابر تاني، معلش عشان انت كده والله العظيم انت كده. تعالى بقى يا زميلي نروح لاكتر رابر من الرابرز عامه اللي في مصر كانوا اكتف في 2024، وهو مستر نور ابو الانوار، استاذ لمبه. هو بصراحه كان جامد قوي، وكان عامل حس للسنه 2024 بطريقه غريبه قوي، يعني انا مش عارف مين غيره حرفيا كنا هنسمع ايه في الفتره اللي فاتت دي كلها، لانه منزل كميه تراكات كتير قوي. ابو الانوار مشارك في 2024
ب 30 تراك. لك ان تتخيل ان الراجل ده منزل 30 تراك، يعني بحسبه تراكين واكتر كل شهر. فالراجل حرفيا مش مخليك محتاج تسمع حاجه جديده. الراجل بكل شويه انت ممكن تزهق من التراك اللي قبليه كان بيجي لك بالتراك اجدد. فبصراحه عاش جدا على ابو الانوار من ناحيه الالبوم اللي نزله. هو اكتر واحد نزل اغاني كتير في البوم. يعني كل الناس كانت بتنزل 10 اغاني، 8 اغاني، 12 اغنيه، وده الماكسيمم. ابو الانوار وقت ما نزل الالبوم بتاعه نزله 16 تراك. يا اسطى انت في ايه يا اسطى؟ انت لو بتعمل كل يوم تراك مش هتنزل الكميه دي. طبعا ال 30 تراك اللي ابو الانوار نزلهم دول في منهم متعاد، يعني تقدر تقول منهم 3 تراكات مثلا، 3 تراكات معمولين كليبات فمتعادين، يعني مش حاجه. بس لو هتشيل 3 تراكات فالراجل برده جاي لك ب 27 تراك، فدي حاجه برده تحتسب له. وبصراحه انا بحب كده، وانا بحب كده فشخ. يعني مش عايزك توحشني، انا عايزك تبقى معايا على طول بصراحه بكل جديد. اللي هنا تلاقيني زي ما بيقولوا. بس انا عارف ان انا هظلم تراكات كتير قوي من اللي نزلها ابو الانوار في 2024، بس فعلا الموضوع بالنسبه لي كان صعب، لان ابو الانوار زي ما قلت لك انه كان اكتر واحد نزل تراكات في 2024. فانا لما اختار 3 تراكات فانا هنت الباقي غصب عني، او انا قلت بالباقي غصب عني. وفعلا التراكات الباقيه كلها غير ال3 تراكات اللي هقول لك عليهم هم كلهم حلوين فعلا. ودي مقدمه انا حابب اقول لك عليها عشان تعرف قد ايه الراجل ده فعلا بيقدم حاجه حلوه. فال3 تراكات اللي انا اخترتهم من الاخر بعد ما فرشت اهو، انا فرشت فرشه حلوه. يعني ارجوك لو تتفرج على الفيديو ما تزعلش مني، والله العظيم بحبك، انا بحبك انت يا حاج لمبه. تراك ايامي بتفوت، تراك كل مره، تراك اسعاد يونس، دول احسن 3 تراكات، او مش عايز اقول لك هم احسن 3 تراكات، لان ابو الانوار منزل تراكات كتير قوي هبل. يعني الراجل ده منزل تراكات هبل حرفيا. فاقدر اقول لك ان انا نقيت ال3 دول عن طريق حنيك انا الخاصه. مش هقول لك اقوى حاجه، لان انا ما اقدرش احكم اقول لك دي اقوى حاجه ودي احسن حاجه ودي ما اقدرش. يعني انت اللي بنفسك لازم تسمع، عشان انت اللي بنفسك على حسب ذوقك والموسيقى هتعرف تقرر بناء عليه ده حلو ولا ده وحش. فانا عايزك برضه تقول لي على احسن 3 تراكات لابو الانوار تحت في الكومنتات. ما تنساش، انا بحبك والله العظيم. اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب، اعمل الحاجات خد. تعال نروح بقى يا زميلي اكتر واحد كان عنده الجراءه انه يدخل بيف بسبب واحد صاحبه مع واحد اصلا ما يعرفوش، وكمان ينزل عليه ديس. وده كان الديس تراك الوحيد المباشر اللي نزل في 2024، وهو باتيستوتا. وتوتا عامه كان بادئ سنه 2024 بالبوم، بس كان بينزلوا سنجلات. يعني كان بينزل تراك النهارده، بعدها باسبوع يغيب لك ينزل لك تراك، بعدها باسبوعين يغيب ويروح منزل لك تراك تاني. والالبوم كان مكون مش تقريبا كان من 7 تراكات او كان من 8 تراكات، وكان اسمه بحر. وبالنسبه لل3 تراكات اللي هختارهم من تراكات باتيستوتا اللي نزلهم في 2024 هم تراك شوك ويف فيتشر ال5، تراك عبد الملك زرزور، تراك كلامنجي. عامه يعني انا شايف تراك كلامنجي احسن تراك نزل لباتيستوتا في 2024 كفايب وكفلو وكليركس. حتى لو كانت عاديه جدا، او حتى لو كانت مش اللي هي العميقه الكفايه اللي تخليك تحس بعظمتها وكل الكلام ده كله، فانا شايف ان التراك ده احسن تراك بصراحه نزل لباتيستوتا في 2024. يعني هو عامل اغاني كتير حلوه فعلا، وعامل تراكات كتير حلوه قوي غيرهم. تراك كلامنجي ده بالنسبه لي في حته ثانيه خالص في باتيستوتا، وده انا شايفه احسن تراك نزل لباتيستوتا في 2024. ننهي بقى ده خلاص، انا حاجه محكمه حضوريه غداد خلاص. نروح بقى يا زميلي واحد شكله ما يديش خالص اللي هو بيعمله من قلق ولا حتى من انتشار في الشارع، وهو ارسنال. وارسنال كان منتشر بالقدر الكافي فعلا في 2024. ده غير برضه انه نزل البوم في بدايه السنه. يعني هو برضه بداها بالبوم على كام سنجلايه كده، وختم 2024 بفيتشر قوي جدا، وانا شايفه بصراحه من احسن التراكات اللي عملها ارسنال برضه في سنه 2024، وهو الفيتشر مع حجازي متقال. والله العظيم يا جدعان التراك ده جامد قوي. انا كان نفسي اعمل عليه رياكشن، بس قلت بما ان انا اصلا هعمل فيديو اتكلم عن التراك ده او هذكر اسمه فبلاش، انت فاهم ايه يعني، حلب في الموضوع بس. وبالنسبه لل3 تراكات اللي هختارهم من تراكاته اللي نزلت في 2024، انا مش هختار تراك حجازي متقال منهم عشان تبقى فاهم. بس انا عارف انه حلو، ولسه قايل لك عليه كمان انه حلو، من اقوى الحاجات اللي ختم بيها 2024. تراك زي كده مش محتاج ان انا اقول لك عليه وحش او حلو او عجبني او ما عجبنيش، معلش. يعني انا مهما حصل من سقف الجمدان مش هوصل لمرحله كده، يعني انت فاهم. فالمفروض ال3 تراكات هم تراك ايجيبيانو المولد فيتشر عنبه وسلايفر التنين الاحمر المجنح احمر العينين. والله حلوه والله حلوه. تراك سكه وتراك دوس. عامه يعني تراك سكه انا كان عاجبني قوي البيت بتاعه، والبيت بتاعه كان مسوحه في حته كده اللي هو انت حرفيا لو ايربودز او قاعد وسط ديجيهات، فانت لو شغلت تراك زي تراك سكه بتاع ارسنال انت هتفايب عليه اجباري. انت التراك لازم يحركك حرف، انت لو صنم هيحركك. ما فيهاش، ما تعرضنيش، انا مش بتعارض هنا.
انا اسف. وتراك دوس ده تقريبا كان تراك دعايه لمسلسل ليه شهير كان اسمه باسورد، فانت لو لسه ما شفتش المسلسل ده عامه ادخل شوفه انت، هو يعني هيعجبك، يعني انا عارف انه هيعجبك. معلش انا معلش يعني بس خلاص. تعالى بقى نروح للنسخه العربيه من ماشين جان كيلي. ماشين جان كيلي العرب معلش. اللي سلاحه في اسمه ديزل اوزي ده انت بدون كلام كتير يعني. اوزي بصراحه ما كانش اكتف بالقدر الكافي اللي يخليه يبني اسمه حلو في 2024. ده غير انه اصلا ما نزلش غير 9 تراكات، وبصراحه التراكات كلها اللي نزلها اللي هم ال9 اللي نزلهم معنى اصح كانوا حلوين، والاختيار كان صعب الى حد ما ان انا ممكن اختار بينهم، لان انا ما اكذبش عليك هم ما فيش بس غير تراكين اللي مش عاجبيني، من لان هم اصلا تراكات هاديه بالفلو بتاعها وبالليركس والمحن والحاجات. ماليش انا في الحاجات دي، ماليش انا يا عم راجل ما عنديش هارت وحاطط مكانه قطعه من الروك، فاعمل لك ايه؟ ما انا ما مش هحل، انا ما احبش انا الحاجات الرومانسيه دي، انا ما بكلمش حد، انا بقى يا اسطى ما عنديش حاجه مع انا تعبان فشخ، حد يلحقني انا عايز اتجوز على فكره. بص يا اسطى نختار ال3 تراكات ونقفل حوار البوز الاوزي ده عشان فكرني بالذي مضى. والله العظيم عايز والله العظيم انا محتاج اعيط بس مش هعملها مش هتشوفوني انا بعيط، مش هتشوفوني لما انا بتحارب من كل انحاء العالم، من مصر من دمنهور. ال3 تراكات اللي عاجبيني من التراكات اللي نزلها ديزل اوزي اللي هم بمعنى صح ال9 تراكات اللي نزلهم في 2024 هو تراك ووكر وتراك ميني مو وتراك هيجي عليا سنه. نقفل بقى حته ديزل اوزي دي، انا اسف يعني كل التراكات حلوه، انا قلت لك بقى بلاش نقفل، انا اسف يعني. خد قبل لك وشيله. تعال نخش على اللي بعده. تعال نروح لتاني اكتر نبره صوت مميزه في الراب سين المصري كله حرفيا كله، وتقريبا في الراب يعني مش هبالغ لو قلت لك في الراب في الشرق الاوسط كله. دي تاني اغرب نبره انا سمعتها واكتر نبره مميزه جدا كمان، والله يا جدعان جامده فشخ. مش عايز اكتر رغي عليه بس هو رع، انت لو ما تعرفش رع فانت فايتك راب بالمعنى الحرفي. راب الراجل ده اصلا لسه اندر ريتد ولسه اندر جراوند بسبب انه بيقدم فعلا راب، بسبب انه بيقدم حاجه كل الناس اللي بتقدم الراب وحاليا مشهوره نسيتها او رمتها ورا ظهرها او عملت اللي هي كانت عايزه تعمله او خدت الريسبكت على حسب كلام معظمهم وخلاص بداوا يقدموا حاجه من اللي بتدخل البلاي ليست على طول بتاعت اي حد بمعنى اصح علشان يجيبوا ماني. انا عاذرهم طبعا لان انا بعمل برضه فيديوهات عشان اجيب ماني، ما اكذبش عليك برضه انا لسه ما جبتش شيلي بس بحاول. خد 5 جنيه. ده عامة بما ان اصلا رع ما شاركش في 2024 غير في اخرها وجه في الاول كده بتراك حداد مع واحد صاحبه اسمه عصام، فلما جه في اولها بصراحه التراك ده كان حلو قوي، وبصراحه ده تراك من التراكات اللي انا اخترتها لرع في 2024. اصلا مش لاقي بديل، مش لاقي بديل، هو نزل تراكات فلازم اجيبه، حتى لو نزل تراك واحد هجيب لك بار منه يعني، لازم اجيبه، لازم احشرها في اي حاجه يعني. التراكات اللي عجبتني الرع هم تراكين بصراحه، تراك شوكه وتراك حداد مع واحد صاحبه اسمه عصام، ده فيتشر تمام بيس. خش على اللي بعده على طول. تعالى بقى يا زميلي نروح لاخويا حبيب قلبي اللي بيحب يعقد في كلامه مع ان معنى كلامه اصلا بسيط، وهو كريم اسامه، عشان انا اسمي احمد اسامه. فاهم القلشه جايه منين؟ انا اسف هي وحشه بس يعني ما كانت حلوه في دماغي اقسم بالله والله كانت حلوه وانا بقولها كده. مش مهم ده مش موضوعك، انا عارف ده مش موضوعك خالص. من غير مهري كتير عن كريم اسامه وعن سيره كريم اسامه وعن اللي عمله كريم اسامه في سنه 2024، فهو قدر من خلاله يعمل دوشه، وقدر من خلال الدوشه دي يشارك في برنامج ريد بول مزيكا صالونات ويعمل فيتشر مع طارق الشيخ، وده واحد طبعا من اعلام الشعب في مصر. فانت برضه انت مش بتعمل تراك قليل لان انت اصلا كنت لسه عامل تراك على الابيض مع واحد اسمه سولي، وده بصراحه كان من احسن الناس اللي بتوع مزيكا اللي انا سمعتهم في حياتي. سولي ده مجنون مزيكا. فبدون هري كتير هقول لك على ال3 تراكات اللي انا بحبهم لكريم اسامه في سنه 2024. تعالى بقى يا زميلي نروح لاروش واحد كان في 2024 وعشان يثبت ان روش تحت روش يخرب بيته سمى الالبوم بتاعه اللي كان في بدايه 2024 افضل اغاني 2024. طبعا انت عرفت انا بتكلم عن مين، انا بتكلم عن عفره ابن السيوف
عفروتو شيبه اولى شيبه اللي نزل الالبوم بتاعه في بدايه السنه وفضل يحلبه لعند ما دخلنا في 2025 كليبات، فضل يحلب في الالبوم بتاعه كليبات، نزله صوت وبعد كده بدا ينزل كل شويه بقى كليب. يعني حتى كليب كبده اللي هو لسه منزله كان مسروق من عمه كلاي. يعني الراجل تعب وعمل كليب، ولما نزل الكليب بتاعك الراجل انت ضربت له كليب ومع انك سالقه منه. بس انا مش هكدب عليك، يعني انا ما عجبنيش من الدوشه اللي عملها عفروتو دي غير تراك واحد بس، وهو تراك وديني. وده بصراحه هكون بكدب عليك لو قلت لك اي تراك تاني عجبني في الالبوم. كل الالبوم حلو وانا عارف انه اتعمل فيه شغل عالي فعلا، يعني بدون الهزار والضحك. انا عارف ان عفروتو تعب كتير قوي في الالبوم اللي نزل واللي كان اسمه 2000 افضل اغاني 2024. انا مش بقل لك من الالبوم لما اقول لك ما عجبنيش منه غير تراك واحد بس ده ذوق الموسيقي، لان انا شايف التراك ده بالنسبه لي احسن تراك نزل في الالبوم كله. وبصراحه هكون بهري وهكون بكدب عليك لو قلت لك اسماء تراكات تانية غيره. فانا بالنسبه لي تراك وديني ده كان عارف انت الماستر سين اللي في الفيلم، الماستر سين هو ده كان بالنسبه لي ده التراك بتاع السنه حرفيا بتاع عفروتو. شكرا. التراك ده فعلا قوي جدا من كل حاجه حرفيا، من اداء عفروتو عليه حتى لو الليركس بتاعته ضعيفه، فالفلو بتاعته مدياك الفايب التمام بتاعها، الانتاج بتاع البيت والتراك عامه، البرودكشن كله، الهندسه الصوتيه والماسترنج والميكسنج والحاجات دي كلها. ففعلا بالنسبه لي كان التراك ده هو احسن تراك نزل. بعيدا عن الالبوم انا عارف انه متعوب عليه وانا عارف انه في حاجات حلوه، وبالعكس انا بسمع منه كتير، بس ده احسن حاجه عجبتني حرفيا. اتكلمت كتير مع اني كنت يعني حاسس ان انا مش هتكلم على عفروتو، بس يعني الظروف حكمت. معلش اتكلمت بجد كتير، يعني يا ريتني ما اتكلمت. نجيب عفروتو يا زميلي وندخل على اللي بعده. فبص يا زميلي بكل صراحه انا ما عنديش كلام كتير اقدر اقوله لك عن الرابرز اللي هتكلم عنه ده، بس كل اللي عايز اقول لك عنه انه بيتذكر في التوب 5 احسن 5 رابرز معجبين اللي هم المفضلين عند اي حد بمعنى اصح، في التوب 5 دايما. لما يعني بمعنى اصح لما تسال واحد قول لي اكتر 5 رابرز زي ادي ممكن كده، فيقول لك ده اسمهم منهم، وهو بكل عشان هو بمعنى اصح هو مروان موسى اللي انا قصدي عليه. ومروان موسى اصلا ما نزلش في 2024 غير 4 تراكات بالعدد. تراك عامل ايه وده كان كليب، وبصراحه بعيدا عن التراك يعني ما كانش على هوايه قوي لانه ما كانش الطيب المفضل بتاعي. الكليب بتاعه كان روعه وروعه الروعه. هو منزل شابتر من الالبوم بتاعه، انا مش فاكر الالبوم بتاعه كان هيبقى ايه، مش فاكر كان الالبوم بتاعه كمان كان هيبقى اسمه ايه، بس مش منزل هو غير شابتر مكون من 3 تراكات بس. وعشان اكون ما اكدبش عليك يعني هو منزل 4 تراكات، فالاختيار بينهم بالنسبه لي كان سهل فشخ، وخصوصا ان انا مختار اصلا تراك واحد. انا من البدايه وانا عمال اختار لك 3 تراكات، بس في ناس معينه ما بختارش منها غير تراك واحد لان انا فعلا ما بيعجبنيش غير التراك ده فعلا. يعني اكون بكذب عليك لو قلت لك اسم تراك تاني غيره، وهو تراك ايربلين مود الودع الطيران. لو انت مش مثقف زي ما تعرفش تتكلم انجليزي يلا ايه ويلكم تو ماي اوضه، هديها لك في وشك سباحه واجمل. ولكن بكل صراحه اتمنى الهدوء اللي هو عمله في 2024 وبسببه ما نزلش غير 4 تراكات بس يجي في 2025 ويبذل جهد اكبر وينزل تراكات اكتر. يعني اتمنى من كل قلبي لان انا بحب مروان موسى وبحب المزيكا اللي هو بيقدمها، وخصوصا لو كانت من توزيعه هو الخاص، برودكشن بتاعه برود باي مروان موسى. بحب الحاجات دي بحبها منه قوي صراحه. يعني مش مهم ندخل على بعض على طول. نروح بقى يا زميلي لاكتر واحد بتفاجئ من مصطلحاته لانها اولد سكول ودايما بيلاقي لها الرايم المناسب عشان يفاجئك بيه وبدون كلام كتير. هو احمد سانتا. اهدى بس صلى على النبي كده واهدى. احمد سانتا كل تراكاته جامده وانا وانت متفقين على حاجه زي كده، فالاختيار في تراكاته كان صعب جدا والله العظيم، لان احمد سانتا بيقدم احسن حاجه عنده في نفس اللحظه اللي هو بيكتب فيها التراك، ايا يكن التراك ده بياخد مده منه من الكتابه قد ايه يا عم، حتى لو سنه، وهو كل لحظه بيبدا فيها كتابه التراك. فحرفيا احمد سانتا بيبذل قدر من الجهد انه يكتب لك مصطلحات او يكتب لك رايمز او يكتب لك سكيمز او يكتب لك كل الكلام ده كله عشان يجي على المزيكا ويفاجئك بيها. فانا عارف ان احمد سانتا قوي جدا والاختيار صعب. انا حبيت افرش عشان برضه تعذروني، لو احمد سانتا بيتفرج على الفيديو ده انا بحبه، مش حد هيتفرج اصلا انا عارف. والتراكات اللي انا اخترتها من سانتا في سنه 2024 اللي شارك بيها، وبصراحه غير انه منزل البوم انا ما اخترتش منه ولا تراك. انا حرفيا ما جبتش من الالبوم ده في ال3 تراكات اللي هقولهم لك دول ولا تراك، بس الالبوم كله والله العظيم جامد فشخ. فحرام لما اذكر لك تراك ومش هعمل لك زي ليجاسي اقول لك لا مش هذكر لك منه وراح قايل لك منه، مش هعملها ما تقلقش. ال3 تراكات اللي اخترتهم لاحمد سانتا كان اولا تراك استاذ محمود بالزاوي فيتشر ابو يوسف، تراك بونجورنو، تراك كل سنه وانا طيب. كل تراك والتاني نازل مده عن التاني مختلفه، وبصراحه كل تراك يضرب التاني بالكف. يعني ده حرفيا مش عايز الكلام عايز اكرر.
بص يا اسطى، على قد ما تحس ان احمد سانتا تحس انه بقه بيطلع تراب من سبب ان انت حاسس ان الكلام اللي بيقوله اولد سكول، ففعلا احمد سانتا بيعرف يديك الرايم او بيعرف يديك البار اللي يفاجئك بيه، اللي هو انت فجاه تسمع بار اولد سكول عادي جدا، انت بقى مستني الرايم ومتوقع ان الرايم هيجي في الاولد سكول منه، يعني مش هيجي اوت اوف ذا بوكس زي مثلا، يعني مش هيفاجئك بالرايم، بس فجاه احمد سانتا يديك الرايم اللي فعلا يفاجئك. لما ترجع تبص على البارات دي لا اولد سكول، طب ازاي فاجئني؟ طب ما حاجه زي كده اكيد انا متعود عليها، دي حركه بيعملها احمد سانتا بتفاجئني، ما اكذبش عليك وبحبها فشخ. فبدون كلام كتير عن احمد سانتا، عايز اشرب شاي معلش، فعايزين نخلص الكلام على احمد سانتا، وهو جامد فشخ وانا بحبه قوي، واتمنى في 2025 حاجه فعلا كبيره فشخ، اللي هو عارف انت الناس اللي هي لما بتعمل فيتشر بتخلي نفسها اخر واحد علشان هو ده المفاجاه بتاعت التراك، اللي هو الناس كلها جاي تسمع التراك عشانه، فيسمعوا التراك اللي هو موجود فيه في الاخر فيتجبروا ان هم يسمعوه في الاول. انا نفسي احمد سانتا بقى يكون في الحته دي، يعني زي ابو يوسف كده، في اي فيتشر بينزل معاه بيكون الثاني عشان الناس تسمع احمد سانتا وبعد كده تسمع ابو يوسف. انا نفسي بقى يعني نفسي مش مهم. تعالى بقى مين نروح للي بيحب يركب الالماني، واللي هو لا يبالي، واللي هو لو هتكلكع هيديك بالآلي، واللي بيعمل قلق باي حاجه بينزلها، حتى لو نزل ستور بيعمل بيه قلق. اكيد انت عرفت انا بتكلم عن مين، هو مروان بابلو. بيعمل دول حوارات كتير. احب اقول لك ان من بعد مروان بابلو كان بيجي لك كل سنه بتراك واحد عامل زي سانتا كلوز ويعتزل تاني، دلوقتي مروان بابلو منزل لك في 2024 22 تراك مكونين من ألبوم 12 تراك، منهم كليب وسنجلايه اسمها الاربع، ودي نازله من اي بي تقريبا اسمه من اسماء الاسبوع. وراهم اي بي مكون من 4 تراكات، ودول كانوا بالنسبه لي انا عامل لهم ريفيو، فانت لو ما شفتش الفيديو ادخل شوف، لانه كانوا بالنسبه لي اسوأ حاجه نزلت في 2024 حرفيا. فانت لو ما شفتش الفيديو ده انا كنت عامله عن الاي بي اللي هو فيه تراك ديجا فو ده، فادخل شوفه بسرعه هيفيدك كتير والله العظيم. انا على فكره الفيديو ده من احسن الفيديوهات اللي انا عملتها، اقسم بالله بحب اتفرج عليه وبضحك، يعني مش عارف ليه. وراهم على طول اي بي فيتشر ابو يوسف مكون من 5 تراكات. فانت لك ان تتخيل واحد اصلا بقاله 3 سنين او 4 سنين كل سنه بيجي لك بتراك، المره دي هو منزل لك 22 تراك. انا طبعا ده كله ما ذكرتلكش التراك اللي هو عامله اصلا مع مولوتوف في ريد بول مزيكا صالونات اللي كان اسمه ابعد مدى، اللي كان بالنسبه لي المفاجاه اللي هي تعملها مزيكا صالونات عشان تشد الانتباه والناس ترجع تتفرج عليها تاني، لانه سيزون خامس وانت لو مش متابع اللي بيحصل فتابع اللي بيحصل هتتفاجئ. كل حاجه حلوه بصراحه في البرنامج في السيزون الخامس ده عامه. فاحب اقول لك دلوقتي على ال3 تراكات اللي عجبوني لمروان بابلو، وما اكدبش عليك مع ان مروان بابلو مشارك في سنه 2024 ب 23 تراك، وحرفيا هو تاني اعلى رابر منزل تراكات في سنه 2024، فالاختيار بين تراكاته ما كانش بالنسبه لي صعب، مع انه منزل تراكات كتير بس مش عارف ليه ما كانش صعب. والثلاث تراكات هم تراك المبدا، تراك مسرحيه، تراك سماك ذات. مش عارف ليه انا شايف دول اقوى حاجه، يعني حتى باقي التراكات اللي هو نزلها انا ما سمعتهاش غير مره واحده عشان اعمل عليها فيديو، بس بمعنى اصح الثلاث تراكات اللي قلت لك على اسمائهم دول هم اكتر تراكات بسمعهم عادي بس، وسمعتهم كذا مره وكتير كمان. انا طبعا مش عايز اتهم مروان بابلو ويقول لك ان مستواه نزل ولا مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، بس ده تبع ذوقي انا الموسيقي اللي انا بطلع اقوله لك في فيديو ايا يكن بقى. انت عاجبك كل التراكات اللي نزلها مروان بابلو، ما عجبكش ولا تراك، عجبك تراك واحد بس، عجبك تراكين، تقدر تقول تحت في الكومنتات، ودي مجرد وجهه نظر احنا بنشاركها مع بعض مش اكتر. فانا اتمنى مروان بابلو الحته اللي كان شايف نفسه فيها ضعيف في سنه 2024 اللي انا وانت مش عارفينها يقويها في سنه 2025 اللي داخل علينا وبس. يعني انا هتمنى لكم النجاح، يلا والله اصل نجاحكم من نجاح، اصل انت هتنزل تراك انا هاجي وراك بفيديو، فلو التراك ضرب الفيديو بتاعي هيضرب. انت فاهم يا اسطى اللي انا بقوله؟ بس تعالى بقى يا زميلي نروح لبابا المجال، وكفايه عليه اول لقب ده، وكفايه ان انا اقول لك ان هو ابو يوسف. ابو يوسف بدا السنه بالبوم تمام عادي جدا، فجاه غاب شويه، فجاه بدا اليوتيوب يقترح لي تراكات ليه، والتراكات دي فعلا كانت تراكات، يعني كانت تراكات هو بينزلها. بس ابو يوسف بعد ما نزل الالبوم بتاعه عمل فيتشرز كتير قوي، يعني عمل فيتشر عامل زي بيومي فؤاد. انت بقت كل ما تدخل قناه ارتست مختلف تسمع ابو يوسف فيتشر ابو يوسف مثلا او فيتشر ابو يوسف. فابو يوسف فعلا كان عامل قلق سنه 2024، ده غير ان الالبوم بتاعه كان قوي جدا وكان فيه حاجات كتير قوي، وكان فيه استعراض مهارات ومزيكا وفلو وليركس وكل الكلام اللي هو بيحب يعمله ابو يوسف في العادي بتاعه اصلا. ودلوقتي احب اقول لك على الثلاث انا بقى خد بالك، اصل انا ابو يوسف ده الرابر المفضل بتاعي، فانا هطبل له زي ما انا عايز سكه وتغري. انت الرابر المفضل بتاعك طبل له تحت في الكومنتات زي ما انت عايز برضه عادي، مش هقول لك لا، كل واحد فينا. انا احب المكرونه بشاميل، انت بتحب المحشي يا عم انت عادي، انا ماليش دعوه بره عني، انت فاهم؟ انا بحب الفراخ انت بتحب اللحم،
احمد، لا عادي اذواق، مش هقول لك لا، ولا انت تقدر تقول لي لا، بس انا اقدر اقول لك لا. هاي بقى دور لك بقى على قناه تقول لك ايوه. التراكات اللي بالنسبه لي عجبتني من تراكات ابي يوسف، مع ان اعتبار طبعا ان انا بظلم تراكات كتير برضه، لان ابي يوسف فعلا تراكاته حلوه، ودي مش مجرد تطبيله، لان فعلا ابي يوسف كفايه الالبوم اللي هو منزل في بدايه السنه اللي فعلا كان قوي وكان فيه ابداع حرفيا من المزيكا، الليركس، كل حاجه. فالثلاث تراكات هم تراك غضب، تراك بيرسونا، تراك بيبي 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 بيبي. انا حاولت اختار تراك من الالبوم، مع ان بصراحه في تراكات في الالبوم كتير قوي حلوه، وانا اصلا عامل مراجعه برضه للالبوم، فانت تقدر تتفرج عليها. انا مش حاسس ان قلت الجمله غلط، عامل مراجعه للالبوم تقدر تدخل تتفرج عليها من هنا او من هنا، بس تقريبا من هنا عشان هي من ناحيه، انا معلمها من ناحيه الساعه، هتظهر لك دلوقتي اهي. بص في فيديو ظهر اهو، ما تهزرش. تعالى بقى يا زميلي نروح، واللي بصراحه احب اختم الفيديو بيه واحد من الرابرز المميزين عندي، واللي فعلا بحبهم جدا جدا، واللي بستنى لهم تراكاتهم فعلا جدا جدا جدا. الموضوع مش تطبيل ولا اي حاجه، بس انا حرفيا قاعد على قناه الراجل ده بسمع اللي فيها كله بلا استثناء، حرفيا اي حاجه ينزلها انا بسمعها، لان فعلا الراجل ده بيقدم حاجه او بيقدم لي انا حاجه انا مش شايفها عند باقي الرابرز اللي انا سمعتهم في حياتي كلهم. ممكن تكون مبالغه مني، بس لما اقول لك على اسمه وانت هتكون عارف انا بتكلم عن مين، وانا بتكلم هنا عن بو كلثوم. وعلى فكره ان اخترت 3 تراكات بس منزلهم في 2024، فالحوار ده بالنسبه لي كان اصعب واحد انا اختار منه تراكات من اللي فاتوا دول كلهم، حرفيا كان اصعب واحد، لان بو كلثوم فعلا بيقدم عظمه بالمعنى الحرفي. لان الراجل ده يا جدعان مفيش تراك ليه يعني بيطلع كده وخلاص، اللي هو انا عايز ارمي تراك دلوقتي، او انا عاجبني التراك ده فممكن ارميه دلوقتي، او ايا يكن التفكير. الراجل ده بيعرف ينزل تراك امتى وازاي، وبيتكتب ازاي، وبتلحن ازاي، وبيلعب على الوتر الحساس بتاعك ازاي، بيعرف يجيلك بالتراك ده في وقت انت فعلا محتاجه ومحتاج فعلا النوع بتاعه. الراجل ده مؤخرا بدأ يستخدم صوته شويه في التراكات بتاعته بعيدا عن الفيديو. فانا حابب اقول لك ان بو كلثوم واحد من فعلا الناس اللي انا مش عارف ازاي قناتها 300,000، ما اكتبش عليك يعني ازاي ده قناته 300,000، وازاي مش عايز اقول لك ويجز مثلا، يعني كفايه انه في بدايه ويجز احتاج انه يعمل فيتشر مع بو كلثوم ويعمل فيتشر معاه، وده بصراحه من اقوى التراكات اللي سمعتها لويجز من حاله. التراك ده عامه انا عامل فيديو عشانه، وان شاء الله في الفتره الجايه هتشوف الفيديو ده. فويجز في بدايته احتاج انه يعمل فيتشر مع بو كلثوم عشان عارف قد ايه الاضافه اللي هيضيفها في التراك. فبس عندي كده يا زميلي. انا طبعا لسه ما قلتلكش على ال3 تراكات، وبصراحه كنت بحاول اتملص، بس يعني انت هتعرف. المهم يعني ال3 تراكات هم تراك انا اسف، تراك الاخضر، تراك سيلا بي، فيتشر كوست. انا زعلان ان انا اخترت 3 تراكات بس، الراجل منزل البوم اصلا، الراجل منزل ابداع، حرفيا ابداع. انا زعلان ان انا اخترت 3 تراكات بس. فبس يا زميلي طبعا انت مستغرب انا ليه ما قلتش ويجز، لان ويجز اصلا بقاله 3 سنين غايب او سنتين، ودي الثالثه تقريبا غايب، يعني انت فاهم، لسه راجع اصلا من فتره منزل تراك الدقيقه 45 ثانيه، اللي الكلام اللي متقال فيه حرفيا دقيقه، يعني في 45 ثانيه مزيكا كده وخلاص. انا مش بعتب على الوقت، انا مش بعتب على المزيكا ولا الكلام ده كله، انا بعتب على الوقت. لو انت تغيب سنتين وترجع بتراك دقيقه ونص، حرام عليك بصراحه، وخصوصا الناس كلها بتردد اسمك، والناس نفسها تسمع تراك ويجز تاني ايا يكن بقى اي تراك. بس هي فكره انا ما رضيتش اقول تراك ويجز اللي هو اسمه انا، علشان عارف ما اكذبش عليك، يعني اصلا مش شايفه، يعني انا اصلا كنت عامل له برده كنت عامل له فيديو رياكشن، فانت لو تدخل تشوف الفيديو هتريحني وهتعرف ان ليه ما قلتوش في فيديو زي كده، حتى لو كنت هذكر التراك ده الوحيد. يعني عند كده يا جماعه احنا خلصنا الفيديو. انا عارف ان الفيديو ممكن يكون طويل عليك، وكان طويل عليا فشخ، يعني ال10 دقائق او ال11 او ال12 دقيقه اللي انت ممكن تتفرج عليهم دول انا بقالي ساعه ونص فيهم يا اسطى، انا بقالي ساعه و11 دقيقه فيها. فبس يعني كل اللي محتاجه منك تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، تعمل الحاجات الحلوه دي، ويا رب تكون سنه سعيده جديده عليك ومليانه بالانجازات عليك، عشان انا بحبك. عشان لو ما عملتش لايك اقسم بالله هجيبك من لباسك بخطاف مش بخطاف والهم تكويس، لا مش هتطرق انا الالاشات دي. سلام يا